هل برنامجكم الاقتصادي والسياسي والاجتماعي والثقافي قادر على إخراج البلاد من الأزمة التي نعيشها؟ وقتاش؟ حاليا في الساعة الحاضرة؟ الساعة الحاضرة؟ توتشويت ولا في المستقبل؟ في المستقبل بيان سور، لأن احنا البرنامج نتاعنا الاقتصادي عندنا المدى القصير. المدى القصير هو إعادة الهيكلة. على بالك باللي الناس ما يسلكوش الغرامة تاعهم. علاه؟ باسكو المسؤولين تاع الغرامة يديو الرشوة. اللي لازم يسلك 50 مليون يروح يسوق ليلو 5 ملايين ويضرب عليه النحب 50 مليون. هذه وحدة. كاينه لا ريستركتوراسيون فينونسيير. ثانيا على بالك باللي في الدول المقدمة لازم تستعمل لا موني في سيديار سكريبتيرال على بلاص لا موني في سيديار من عندها الشاك. حنا السماصرية في السواق يهز 100 مليون ويظل يتاجر بها في جيبه. في الدول المتقدمة كون تسلك كونطون أكثر من 5 ملايين يديوك الحبس. حنا الدراهم الكل هربوهم، عاد البنوك فارغة. ثانيا كي ندير لا ريستركتوراسيون فينونسيير. نرجع إلى المشكل اللي صار لنا درك، لونديتمون يعني المديونية اللي خدموها على جال لي زوزين كلي أوم. ثانيا لا مانتونونس يعني الوزن نتاعنا كامل تستهلك المواد اللي تخدم بها من الخارج. ثالثا الدولة كانت تعجز في البرنامج نتاعها وفي الميزانية تولي تطبع الأوراق النقدية. يا أخي دايما يديروا ان بيجي تاع 11,000 مليار سنتيم ومن بعد ما يكفيهمش يزيدوا يطبعوا 1000 مليار. طبعوا حتى عاد 20,000 مليار بدون مقابل في السوق. هذا هو اللي خلى الغلا يطلع. كي احنا نتحكموا في هذه وعندنا الكتله النقديه لا ماس مونيتار نقسمها على لو برودوي انتيريور بروت بي بي المنتوج الداخلي الخام. لازم نلقى بين 1 و2. احنا في الجزائر نلقى 10 و20 وعلى هذيك الشيء السوق غالي جدا وما نقدروش نوصلوا فيه. دونك في الماده القصير لا ريستركتوراسيون فينونسيير. في الماده المتوسط احنا نتوجه للصناعة اللي تمد لنا الحديد باش ندير البنيان والسيمة. نبني لي باراج. كي نبني لي باراج ونبني لي باراج يعود عندي الماء، لأن 17 مليار متر كيب تروح في الودان تديها البحور. كي نبنيو لي باراج ونبنيو لي باراج نديرو الزراعة المسقية. نخدم لا بيترال البنجر وندير لوزين تاع السكر. نخدم السوجة وندير لوزين تاع الزيت. نخدم القطن وندير لوزين تاع النسيج. نخدم التوت ونجيب بوفرططو اللي يولد الدودة تاع الحرير ياكل توت يولد الحرير وندير النسيج. ندير التبغ وندير اون ايكونومي انتيغري بين الفلاحة والزراعة. كي نبدا نتطور نولي ندير الصناعة الغذائية. موش ندير كما داروا هما لا ميكانيك الالكترونيك الالكتريسيتي لا شيمي وروح جيب من الخارج وهنا صنع برك. معناتها لو كان الشيء اللي داروه ما درناهش ونحكموا الصوارد نقسموهم للشعب يبقاو شموره رانا خير. هذه الكارثه اللي دخلونا فيها. علاش؟ لان ضحاو بالحتميه الاقتصاديه من اجل الحتميه السياسيه. على البرنامج في الماده الطويل احنا هضرنا على الماده المتوسط، نهضروا على الماده الطويل. الماده الطويل احنا عندنا مشروع وما زلنا متمسكين به ورغم الناس نقدوه وينتقدوه ولكن احنا نخدموه مهما كانت الظروف. فاس الوطنيين موجودين واحنا نخدموا القنال اللي يخلينا نخدم بحيرة الجنوب، والبحيرة هي اللي تجيب لنا امور، لان هاي قابس وهاي الجزائر وهاي الصحراء وما كانش الارتفاع. احنا ارتفاع البلاصه العاليه 14 متر. نشقوا القنال تدخل البحيره هذه الصحراء كامل تولي جنه، لان عندنا لا البيان ماء موجود تحت الارض، عندنا الانتركالات، عندنا لا ناب تاع بسكره. نحيو التوحش وحنا رجعنا الصحراء.
الكرافات واللونغوست لأنها بحر سخون يعود موجود بكثرة. نغرس البنان، نربح 5 ملايين هكتارات. وانا نشكر الشعب الجزائري اللي ضامن معايا في الحصه الاولى.